بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهارده بإذن الله هنتكلم عن البون لاير. طيب عايزين نفهم في الأول كده إيه هو البون لاير؟ البون لاير عبارة عن لاير العظام اللي أنا بعمل له إنشاء وأربط بينه وبين الأشكال اللي أنا راسمها عشان التحريك يكون معايا سهل على خط الزمن. يعني وليكن مثلا أنا عندي الدراع ده، أنا دلوقتي عايز أعمل تحريك للدراع اللي موجود معايا على خط الزمن، إن أنا أحرك كل جزء كده من الدراع. ده مش منطقي إن أنا وليكن هحرك بالنقاط كده التحريك ده مش هينفع معايا والشغل هيبقى عايز للسنة الجاية عشان يخلص. فاحنا عندنا بون لاير عظام، بنربط العظام اللي موجوده معانا بالاشكال عشان يبقى التحريك سهل وسلس على خط الزمن. طيب تعالوا الاول كده نفهم فكره عمل البون لاير. هحذف مفتاح الحركه هنا. اول حاجه عشان اعمل انشاء لبون لاير هختار نيو لاير وهختار بون. ممكن نعمل في الاول كده اخفاء للدراع اللي موجود معانا واحذف اللاير الفاضي ده. اول حاجه عايزك تلاحظها اول ما تنشئ البون لاير هيظهر لك مجموعه من التولز اللي موجوده معاك هنا ما كانتش موجوده في الاول. عايزك تلاحظ معايا الفكرة دي، إن أي layer موجود معاك هنا سواء image أو vector، أي layer من اللايرات دي بتعمل له إنشاء بيظهر معاك مجموعة من التولز خاصة باللاير ده بس. يعني أنا دلوقتي لو واقف على vector layer مش هلاقي الأدوات الخاصة بالعظام، لازم أكون واقف على bone layer. عايزين نفهم بقى فكرة إنشاء العظام. أول أداة تيجي معانا هي أداة add bone. أول حاجة لو أنا عايز أنشئ عظام بضغط وأسحب، فأنا كده أنشأت أول عظمة. لو أنا عايز أنشئ عظمة تانية مرتبطة بالعظمة دي بضغط وأسحب، وأنا اللي بتحدد اتجاه العظمة، بحرك كده بالماوس بشوف أنا عايز العظمة في أنهي اتجاه. لو عايز أنشئ عظمة تالتة نفس الفكرة، بضغط وأسحب. إيه بقى فكرة عمل العظام؟ فكرة عمل العظام أنت عندك العظمة دي متحكمة في كل العظام اللي موجودة تحتها، لأن دي أول عظمة أنت أنشأتها. تاني عظمة دي بتتحكم في العظمة اللي موجودة تحتها. يعني أنت دلوقتي عندك أول عظمة دي بتتحكم في حركة العظمة التانية، والعظمة التانية بتتحكم في حركة العظمة التالتة. فكده هتكون أول عظمة معاك بتحرك كل العظام، تاني عظمة هتحرك معاك العظمة الأخيرة اللي موجودة معاك دي، آخر عظمة دي عشان مش مرتبط بيها عظام فهي بتتحرك لوحدها. طب إيه بقى فكرة ربط العظام دي؟ لو أنا جيت لأداة ريبيرنت بون هنلاحظ إن كل عظمة، تعالوا بس نشيل كده السلكشن. لو أنا جيت لأداة ريبيرنت بون هلاقي إن العظمة دي طالع منها سهم للعظمة اللي فوقيها. يعني كده العظمة دي بيقول لك إن العظمة دي مربوطة بالعظمة اللي في النص، وهنلاحظ إن في سهم طالع من العظمة اللي في النص للعظمة الأولانية اللي إحنا راسمينها، يبقى بيقول لك إن العظمة اللي في النص دي مرتبطة بالعظمة الأولانية. تعالوا كده نلاحظها وإحنا بنرسم. لو أنا دلوقتي أنشأت عظمة وليكن ضغطت على الألت وضغطت في أي مكان فاضي، فأنا كده لغيت السلكشن بتاع العظمة دي. لو أنا جيت أنشئ عظمة تانية مش هتكون مرتبطة بالعظمة الأولانية. ليه بقى؟ لأن العظمة الجديدة اللي بتعمل لها إنشاء بتتربط بشكل تلقائي بالعظمة اللي أنت عامل لها سيلكشن، يعني العظمة اللي لونها أحمر. في حين دلوقتي لو أنا جيت أنشئ عظمة تانية هلاقي العظمة الأخيرة دي مرتبطة بالعظمة اللي في النص، بس العظمة اللي في النص مش مرتبطة بأول عظمة. تعالوا كده نشوف. هتلاقي العظمة الأخيرة طالع منها سهم للعظمة اللي في النص، إنما العظمة اللي في النص مش مرتبطة بحاجة، لأن أنا لغيت السيلكشن على أول عظمة أنا راسمها. يبقى أنا اللي أنا أفهمه كده وأنا برسم العظام إن أي عظام أنا برسمها بتعمل ربط مع العظمة اللي أنا عامل لها سيلكشن اللي بتكون لونها أحمر. طب لو أنا دلوقتي لخبطت وعايز أرجع العظمة دي تتربط بالعظمة الأولانية، أول حاجة بأداة سيلكت بون هعمل تحديد على العظمة اللي أنا عايز أعمل لها ربط بالعظمة الأولانية. تاني حاجة هختار أداة ريبيرنت بون وهحدد العظمة اللي أنا عايز أعمل لها ربط بالعظمة دي. أول ما أضغط على العظمة كده يبقى أنا كده عملت ربط بين العظمة اللي في النص والعظمة الأولانية. طب لو مفيش ربط بين العظام تعالوا كده نرسم عظام ونخلي مفيش ربط بينه، وليكن نعمل العظمة دي واضغط ألت في أي مكان فاضي كده لغاية السلكشن، معناها إن العظمة الجديدة اللي أنا هنشئها مش مرتبطة بأي عظام، وأعمل كده. وليكن ممكن أضغط ألت وأعمل سلكشن على أول عظمة أنا راسمها وأرسم عظمة تالتة. للي مركز معايا يبقى أنا كده عامل العظمة دي والعظمة دي مش مرتبطة بأي عظام، إنما عامل العظمة الأخيرة مرتبطة بأول عظمة أنا راسمها، يعني ملخبط الدنيا. تعالوا كده نشوف بأداة ريبيرنت بون نفس اللي أنا قلته، هي العظمة الأخيرة بس المرتبطة بأول عظمة. تعالوا كده نبدأ نعمل تحريك للعظام دي. شوف الفكرة، لأن العظمة اللي في النص مش مرتبطة بالعظمة الأولانية فمش هتتحرك معاها، أنت غيرت ترتيب العظام.
اللي بيتحرك معاها بس هي العظمة الوحيدة اللي مرتبطة بيها اللي هي العظمة الأخيرة، والعظمة دي كأنها مش موجودة. لو عايز تحركها تحركها بشكل منفرد، مش هتتحرك بشكل تلقائي وسط مجموعة العظام. لو أنا عايز أعدل كل ده بقى هضغط كنترول زد. أول حاجة قلنا هنعمل تحديد على العظمة، ومن أداة ريبيرنت بون، وهضغط على العظمة الجديدة اللي أنا عايز أربطها بيها. نيجي للعظمة الأخيرة، أعمل لها سيلكشن، أعمل ريبيرنت بون، وهضغط على العظمة اللي في النص عشان أربطها بالعظمة دي بدل ما تكون مرتبطة بأول عظمة أنا راسمها. تعالوا كده نبدأ نحرك، هتلاقي العظام والتحريك بقى تمام. أظن كده بدأنا نفهم البون لاير والشبكة بتاع البون لاير بتتحرك إزاي. تعالوا نتكلم على الأدوات اللي موجودة معانا. أول أداة هي سيلكت بون، ودي بقدر من خلالها نعمل سيلكشن على عظمة أو أكتر. لو أنا ضغطت كده فأنا كده عملت سيلكشن على العظمة دي. لو أنا عايز أعمل سيلكشن على مجموعة عظام بعمل سيلكشن بالشكل ده، بضغط بالماوس واسحب. أول حاجة تيجي في الأوبشنز اللي موجودة معانا فوق هي سيلكت بون. سيلكت بون أول ما نضغط عليها نلاقيه طلع لنا أسامي العظام اللي إحنا راسمينها. كل عظمة إحنا راسمينها ليها اسم. بي 1 لو أنا ضغطت عليها يعمل سيلكشن على أول عظمة أنا راسمها اللي هي بي 1. بي 6 هنعمل سيلكشن على العظمة دي. تاني حاجة المستطيل اللي يجي معانا إن أنا أقدر أغير اسم العظمة، وليكن ممكن أسمي العظمة دي عظمة الكف مثلا، وليكن كف الإيد. لو ضغطت على سيلكت هنا هنلاقي عظمة الكف. هنحتاج بعدها لاس مود، ودي بقدر من خلالها ان انا اعمل سيلكشن ادق على العظام. لو انا لغيت اللاس مود هلاقي زي المستطيل، افعل لاس مود يبقى انا بحدد العظام بشكل يدوي. اما بالنسبه للقلم فده لون العظم، وليكن ممكن الون العظمه اي لون مميز انا عايزه. وليكن مثلا انا دلوقتي راسم الدراع في الشخصيه، ممكن الون العظام الخاصه بالدراع بلون موحد تسهيلا للشغل. وليكن هنضغط على العظمه ومن بلين نختار اي لون موجود معانا، اللون الاخضر مثلا. هتلاقي العظمه اللي موجوده معاك اتلونت باللون الاخضر. ممكن نضغط على العظمه دي ونلونها مثلا باللون الاصفر. نفس الفكره. شو ليبل هو اظهار عنوان العظمه، يعني العظمه دي سميتها كف. لو انا ضغطت شو ليبل هلاقي ظهر لي اسم العظمه جنبها هنا. ولو انا فعلت شو ليبل على العظمه دي فهو ظهر لي بي 5 يعني بون رقم 5. نيجي الاوبشن اللي موجود بعده شاي بون، وده بيعمل لي اخفاء للعظمه. لو انا ضغطت فانا كده عمل لي اخفاء لعظمه الكف. لو انا عايز اظهر العظمه تاني هشيل الصح من هنا كده هلاقي العظمه ظهرت معايا تاني. اخر اوبشنين موجود معانا هو فليب بو، ده بيعمل لي عكس العظمه على المحور اكس. ولو انا فعلت العظمه دي واعمل لها فليب فهو كده بيعكس لي العظمه بكل العظام اللي مرتبطه بيها، كده عمل لي عكس للعظمه. كده خلصنا اول اداه معانا وهي سيلكت بو. نيجي لتاني اداه موجوده معانا وهي ترانسفورم بو، ودي بقدر من خلالها نعمل تحريك للعظام اللي انا رسمتها. اول حاجه تيجي معانا في الاوبشنز اللي موجوده فوق البوزيشن. البوزيشن هو مكان العظمه. خلي بالك دلوقتي لو انا عامل تحديد على العظمه دي وبدات ترانسفورم بونز وغيرت مكان العظمه، فخلي بالك ان العظمه بتتغير مكانها بكل العظام اللي مرتبطه بيها. يعني اي حاجه بعملها على العظمه دي بتتم على العظام اللي مربوطه بيها. اما بالنسبه للمحور واي فانا كده بغير مكان العظمه على المحور الرأسي. ممكن اعمل سيلكشن على عظمه الكف، وعشان ما فيش عظام مرتبطه بيها هتلاقي ان انا بحرك عظمه الكف بس ومفيش حاجه بتتاثر غيرها لان مفيش عظام مرتبطه بيها. هضغط كنترول زد. تالت حاجه تيجي معانا هي اللينس. اللينس هو طول العظم. عايزك تاخد بالك كده، ممكن اغير اللينس الخاص بالعظمه. الانجل هي الزاويه الخاصه بالعظمه، ان انا الف العظمه فوق وتحت. شو باص ان شاء الله دي هنتكلم عنها واحنا شغالين على التايم لاين. اخر اوبشنين موجودين معانا هو فليب بون واحنا لسه متكلمين عنه. نيجي الاداه اللي موجوده بعدها، دي بقدر من خلالها ان انا انشئ مجموعه من العظام. يعني انا بضغط واسحب كاني برسم كده، اول ما اشيل ايدي من على الماوس هلاقي انشاء لمجموعه من العظام حوالين الخط الاحمر اللي انا رسمه ده كله. ده اضغط واسحب كده بينشئ لي عظام متتاليه، واقدر من هنا اتحكم في طول العظام اللي هو بيتشقى. ممكن اخلي وليكن طول العظام صغير شويه، اضغط واسحب هلاقي انشأ لي عظام صغير. اداه ريبيرنت بون اتكلمنا عنها ان انا بقدر من خلالها ان انا اغير ابويه العظام، يعني انا اخلي كل عظمه مرتبطه بانها عظمه تتحرك معاها. اداه بون سترينث، عايزك تلاحظ معايا كده اول ما اضغط على اداه بون سترينث هلاحظ انه ظهر لي هاله حوالين كل عظمه. الهاله دي عباره عن الحيز والمجال المغناطيسي لكل عظمه. يعني دلوقتي لو في اشكال موجوده معانا داخل الحيز المغناطيسي للعظمه دي فهي بتتحرك معاها بتشدها بالمغناطيس. تعالوا كده نطبقها بشكل عملي.
أنا دلوقتي راسم عندي دراع بالشكل ده. أول حاجة هحذف layer البون اللي إحنا شرحنا عليه، وهعمل إنشاء لlayer بون جديد، وليكن نسميه أرض. أول حاجة عشان أعمل إنشاء وأربط العظام اللي موجودة معانا بالدراع ده، لازم أدخل الليرات اللي موجودة معايا. خلي بالك الليرات اللي موجودة معايا دي هو layer الدراع وlayer الساعد وlayer كف الإيد. ممكن أضغط على الكف وأعمل لهم selection وأشدهم وأسحبهم جوه البون layer. يبقى كده الليرات الدراع اللي موجودة معانا جوه البون layer. أول حاجة هنعمل إنشاء للعظام، هضغط وأسحب، كده أنشأت أول عظمة. أضغط وأسحب تاني، وخلي بالك إن العظمة الجديدة دلوقتي مرتبطة بالعظمة اللي فوق لأن كان معمول لها selection. أضغط وأسحب لعظمة الكف، يبقى كده العظمة الأخيرة دي مرتبطة بعظمة الساعد. تعالوا كده نجرب نحرك الدراع اللي موجود معانا على خط الزمن. هننقل للفريم رقم 1 من أداة ترانسفورم وول. أول عظمة بتتحرك معانا تمام، حركت الدراع كله. تعالوا كده نحرك عظمة الساعد. إيه اللي بيحصل بقى؟ الحركة باظت خالص. نفس الفكرة بالنسبة لعظمة الكف، لأن أنا دلوقتي عامل ربط العظام بالمجال المغناطيسي. خلي بالك كده من المجال المغناطيسي الموجود معانا، هتلاقي فيه تداخل في المجال المغناطيسي اللي موجود معاك. يعني المجال المغناطيسي الخاص بالعظمة دي، شوف الحيز بتاعه واصل لحد عظمة الساعد، فبالتالي بيأثر على حركتها. نفس الفكرة المجال المغناطيسي لعظمة الساعد واصل للكف بتاع الإيد، فبيتحكم في حركته. طب أنا عايز كل عظمة تختص بحاجة أو تختص بتحريك جزء معين. يعني عايز العظمة اللي موجودة معايا فوق دي تختص بتحريك الدراع من فوق، عايز العظمة التانية تختص بتحريك الساعد بس، عايز العظمة التالتة تختص بتحريك الكف بتاع الإيد بس. دي بقى نعملها إزاي؟ تعالوا نحذف مفاتيح الحركة اللي موجودة معانا هنا. أول حاجة هننقل على كل لير من الليرات الدراع اللي إحنا راسمينها. هنلاحظ إن في جزء بون ظهر معانا. جزء بون ده ظهر معانا لأن اللير اللي موجود معانا هو جوه البون لير. أول حاجة أعمل سيلكشن على العظمة دي بأداة سيلكت بون. تاني حاجة هختار أداة بايند بوينتس. بايند بوينتس يبقى أنا بعمل ربط للعظام بالنقاط. يبقى أنا هعمل كده ربط للجزء العلوي من الدراع بالعظمة اللي موجودة معايا دي، أو بشكل أوضح العظمة اللي أنا عامل لها سيلكشن. يبقى أنا أول حاجة عملت سيلكشن على العظمة. تاني حاجة بأداة بايند بوينتس هختار الجزء العلوي من الدراع، بمجرد ما بضغط عليه كده فهو عمل لي تحديد أو سيلكشن على النقاط المكون منها الشكل. وهختار من هنا أوبشن بايند بوينتس. يبقى أنا كده عملت ربط للنقاط دي بالعظمة الخاصة بالجزء العلوي من الدراع. نيجي على اللاير اللي موجود بعد، اللي هو اللاير الخاص بالساعد بتاع الإيد. أول حاجة هعمل سيلكشن على العظمة الخاصة بالساعد. تاني حاجة هعمل تحديد أو سيلكشن على الجزء الخاص بالساعد. بمجرد ما باضغط فأنا كده عملت سيلكشن. نفس الفكرة، وهاضغط بايند بوينتس. نفس الفكرة بالنسبة للكف. أول حاجة أعمل سيلكشن على العظمة، تاني حاجة هعمل سيلكشن على الجزء الخاص بالكف واختار بايند بوينتس. تعالوا كده نشوف دلوقتي التحريك. أول عظمة بتتحرك معانا تمام، وبتحرك معانا باقي الإيد. تاني عظمة، شوف دلوقتي فرق التحريك. دلوقتي مفيش أي لخبطة أو أي حاجة بتحصل معاك في التحريك، التحريك نظيف معاك. تعالوا كده نحرك عظمة الكف. يبقى أنت كده معاك دراع مرتبط بمجموعة من العظام تقدر تحركه بشكل سلس على خط الزمن. طب تعالوا كده نشرح تحريكه على خط الزمن هيتم إزاي. أول حاجة كنا متفقين عليها في التايم لاين إن أنا لازم الأول أنشئ كي فريم لإحداثيات الحاجة في المكان اللي موجود معايا. يبقى أول حاجة أعمل سيلكشن على العظام اللي موجودة معايا دي. عشان أعمل إحداثيات للعظام اللي موجودة معانا بعمل إحداثيات لثلاث حاجات. أول حاجة للسكيل، عايزك كده تلاحظ معايا هنا ظهر لك السكيل. وتاني حاجة للتدوير اللي هو مفتاح التدوير اللي موجود معاك. تالت حاجة المفتاح الترانزليشن اللي هو المكان. يبقى كده أنشأ لك أول حاجة هنا، عايزك تلاحظ معايا في الأيقونات الصغيرة هنا التدوير والترانزليشن والسكيل. كده أنشأت مفتاح حركة عند الفريم رقم 1، وليكن عند الفريم رقم 18 عايز الدراع يتحرك كده بالشكل ده. وهنشئ مفاتيح حركة كده عشان يحفظ لي إحداثيات العظام هنا للسكيل والتدوير والترانزليشن. عايزك تشوف معايا كده الحركة. وبعد كده وليكن عايز الدراع يطلع تاني بالشكل ده.
وليكن لو أنا حسيت إن الحركة بطيئة ممكن أسرع المفاتيح شوية أخليها تتم كلها خلال ثانية مثلا. كده موضوع ربط الأشكال بالعظام اللي موجودة معانا بقى واضح وسهل عن الأول كتير. يبقى الفكرة العامة دلوقتي إن أنا أول حاجة برسم الأشكال اللي أنا عايزها، تاني حاجة بحط الليرات بتاع الأشكال اللي أنا عايزها جوه بون لير، ومن البون لير بنشئ هيكل عظمة وبعمل ربط بين العظام اللي موجودة معانا بالأشكال اللي أنا راسمها. هشوف كل عظمة عايزة أتحرك إيه بالظبط، عايزة أتحرك أنهي جزء من الشكل اللي موجود معايا، وأعمل ربط بينها وبين الشكل ده. هلاقي التحريك سهل وسلس معايا جدا. وكده نكون خلصنا أساسيات البون لير، وإن شاء الله لو في أي أسئلة فأنا معاكم في التعليقات، وأتمنى الشرح يكون سهل وسلس وبسيط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.